كل لحظة في حياتنا دلوقتي بقت بتحصل وراها سطر كود. كل حاجة تقريبا شغالة دلوقتي بالبرمجة. صدقني اللي هيفهمها النهاردة أكيد مستقبله هيتغير وبإذن الله يتغير للأحسن. أنا أشرف صادق ودي قناتي كونفرس أكاديمي. تخيل لو كل التطبيقات اللي موجودة حوالينا، الواتساب، الفيسبوك، البنوك، التطبيقات البنوك، تطبيقات الجي بي اس وكل الحاجات اللي زي دي مرة واحدة اختفت، ما بقتش موجودة. اكيد كلنا حياتنا هتقف او هتقرب ان هي تقف. كل ده شغال حرفيا على كلمة واحدة بس، هي كلمة البرمجة. هنتكلم النهاردة عن ليه البرمجة هي بقت مهارة من اهم المهارات اللي لازم نتعلمها في زماننا ده. ايه هي البرمجة وايه هي المجالات اللي بنقدر نشتغل فيها ونستفيد من البرمجة؟ ببساطة جدا البرمجة إن أنا بيبقى عندي مشكلة والمشكلة دي أنا عايز أحلها، فبيبدأ تطلع عندي فكرة. الفكرة دي بنبدأ ندي أوامر للكمبيوتر عن طريق لغة من لغات البرمجة. بنبدأ نديله الأوامر وبيبدأ نعمل عملية اختبارات عليها، بحيث إن احنا نتأكد إن الأوامر دي بتحل المشكلة بتاعتنا، معتمدة على الفكرة اللي احنا حطيناها. فبنبدأ نحل المشكلة بطريق سليم وصح، وبعد الاختبار نتأكد إن المشكلة بتاعتنا اتحلت بالحل الأفضل والأمثل اللي يناسبنا واللي يناسب شغلنا، لحد ما نوصل لمرحلة النجاح إن إحنا نخلص كل حاجة إحنا عايزينها اللي بتخص المشكلة دي. عشان نشبه الموضوع بشكل بسيط، تخيل لو أنت عندك طبخة وبتبدأ تفكر إزاي تعمل الطبخة دي، فبتبدأ تحط للطبخة وصفة. الوصفة دي بتبدأ تنفذها، وعندك طباخ شاطر اللي هو المبرمج اللي بيقدر يشتغل على لغات البرمجة بشكل سليم وصحيح وعلى أساس علمي، لحد ما يطلع لك الطبخة بتاعتك اللي هي الكود بتاعك اللي بيحل لنا المشكلة اللي عندنا اللي احنا عايزين نحلها. حياتنا كلها دلوقتي بقت مبنية على البرمجة. كل حاجة حوالينا بقت ديجيتال، بقت رقمية، من أول الموبايلات اللي موجودة في لاباتنا وأجهزة تليفوناتنا وكل حاجة، لحد تيارات الجي بي اس، وسائل المواصلات. حتى المستشفيات والبنوك بقت معتمدة على البرمجة في حاجات كتيرة جدا جدا. مش كده وبس، حتى الأجهزة المنزلية اللي بقت موجودة في بيوتنا، تلفزيونات، ثلاجات، كل الحاجات دلوقتي بقت رقمية وبتعتمد في شغلها على البرمجة. البرمجة مش مجرد سطور كود احنا لازم نفهمها، لا خالص. آخر حاجة بنقدر نعملها ان احنا نتعلم لغة برمجة ونبدأ نشتغلها بطريقة صحيحة. لكن قبل ما نتعلم لغة البرمجة ونشتغلها بطريقة صحيحة ونحفظ اكوادها، احنا لازم الاول نفهم ان البرمجة هي طريقة لحل المشكلات باستخدام ادوات اللي هي لغات البرمجة وحاجات علمية بنمشي بيها. الكود ده بيبقى مجرد وسيلة زي القلم للكاتب او القلم لأي حد بيكتب. اساس ان احنا لازم نفهم ان البرمجة هي حل للمشكلات. عشان نوضح الفكرة بشكل اقوى، لو احنا عندنا بيت فاحنا نقدر نعمله باساليب كتيرة. نقدر نعمله بطوب، نقدر نعمله بخشب، نقدر نعمله بسمنت، او نقدر نعمله بالتركيبة الحاجات دي كلها مع بعض. المهم ان الفكرة تبقى متواجدة. نفس الكلام على البرمجة. البرمجة انا عندي لغات برمجة كتيرة زي السي شارب، البي اتش بي، البايثون، الجافا سكريبت، ولغات برمجة كتيرة. الفكرة كلها ان احنا لازم نبقى عارفين ان البرمجة هي حل للمشكلات قبل ما احنا نكتب الكود. يعني انا لازم اذاكر حاجات زي البروبلم سولفينج، زي الالجوريزمز، زي ازاي نشتغل على لغات البرمجة، وازاي نحل مشاكل كتيرة، وازاي نكتب الكود اللي هيحل المشاكل دي. من الحاجات المهمة جدا في مجال البرمجة
ان احنا لازم هنبقى معتمدين على الرياضيات. وهنا بتيجي خرافة كبيرة جدا، هل اعتمادنا على الرياضيات ده معناه ان احنا لازم نبقى عباقرة عشان نتعلم برمجة؟ لا خالص. مش معنى ان انت ما بتعرفش رياضة ده مش معناه ان انت ما تعرفش برمجة، لا. مش لازم تبقى عبقري في الرياضة عشان تكتب برمجة، انت ممكن تبقى عندك علم الرياضيات وتبقى مستواك فيه مش عبقري ومش قوي، لكن تعرف تكتب كود صح، لان الاساس ان البرمجة هي منطق وطريقة لحل المشاكل بطريقة منظمة بناء على فكرة انت بتطلعها. مش معنى كده ان انا ما بقولكش ما تعرفش الرياضيات، لا خالص، لازم نعرف الرياضيات ونبقى فاهمينها، لكن مش لازم نبقى عباقرة فيها. الرياضيات المتقدمة دي حاجة ممكن نحتاجها في مجالات ضخمة وكبيرة زي الاي اي، زي الجرافيكس، زي الجيمنج. ساعتها احنا ممكن نستعين بحد في الفريق معانا شغال يكون بيعرف الرياضيات بشكل قوي ويقدر يساعدنا، لان البرمجة ممكن تبقى قايمة على شخص واحد وممكن تبقى قايمة على اكتر من شخص. الفكرة في الموضوع ده ان احنا نبقى عندنا صبر، عندنا فضول، عندنا حب للتجربة، وان احنا نبقى حابين ان احنا نشتغل بالبرمجة ونحقق بيها حل المشاكل كتيرة بتقابلنا في حياتنا، او بنقدر نعمل بيها بيزنس يجيب لنا فلوس. من الحاجات المهمة جدا اللي لازم نعرفها عن البرمجة ان هي بتوفر فرص شغل ضخمة حوالينا. تبدأ من اول المشاريع الصغيرة في العالم كله للويب والموبايل، مجالات كتيرة، طرق تفكير كتيرة في حياتنا لحل مشاكل صغيرة بتقابلنا في حياتنا. كل دي مجالات ممكن ندخل فيها ونتعلم البرمجة عشان نحقق منها ربح، وربح كويس. البرمجة مش بس وظيفة، دي طريقة تفكير بتخليك تحل المشكلات، سواء كانت مشكلات تخص بيزنس أو مشكلات في حياتنا نفسها. دلوقتي احنا فهمنا يعني ايه برمجة، لكن لازم نبقى عارفين ان في حاجة اسمها لغات البرمجة، زي الجافا، زي السي شارب، زي الجافا سكريبت، زي السي سي بلس بلس، البي اتش بي، زي البايثون. وده هيبقى موضوع حلقتنا الجاية. السلام عليكم. ايه برمجة؟